السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صابلي اللي غنحتاج فيه المقادير التاليه: كيلو و280 ديال الفورص، 3 الكيسان ديال العنبه سكر كلاصي، 2 كيسان ديال العنبه زيت، ملح، خماره وحده، 4 البيضات، ربع زبده والروح ديال الزهر. كما كتشاهدوا معايا من بعد ما جبت السكر كلاصي غندير الملح ونجيب الزبده ونمعكها مزيان مع السكر كلاصي. بعد ما خلط الزبده مع سكر كلاصي غنزيد عليها الزيت من بعد غنزيد البيض من بعد ما كما كتشاهدوا معايا زدت عليها البيض. غنزيد دابا قيطه ديال الزهر القيطه تاع الزهر تاع روح الزهر. دابا غنضيف قياس تاع الدقيق. هذاك ما يدازي واش تاع حتى العشيه ولا جوج والسكر تاعكم النقوه صافي. غندير دابا خماره ونزيد الدقيق ونبقى ندخل في الدقيق حتى نجمع الخليط ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، من بعد ما كملنا العجينه ديالنا الخليط ديالنا غنديرها في بلاستيكه ترتاح لمده ربع ساعه ونوريكم طريقه. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي انا سرحتها واختاريت مرشه مستطيل بهذا الشكل. كيف ما كتشاهدوا معايا انا سبق لي وجدته غندخلو الفرن. بعد ما يطيب نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه مزيان ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما الصابلي ديالنا طاب غنمشيو دابا باش نزينو. غنجيب الناباج ندهن ونلاصق وحده مع وحده وغنجيب
انا وجدت اللوز لراسي، ماشي شريت اللوز مهرمش، باش يجيني على هاد الطريقه رقيق كيف ما كتشاهدوا معي. من بعد نوريكم واش تصايبوه. وغنجي وندوزها في اللوز في الوجه ديالها. انا سبق لي ووجدته كيف ما كتشاهدوا معايا. صابلي ديالنا باللوز هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.